يا ترى ايه اللي حصل للمجتمع المصري؟ ليه بقينا عايشين في خناقة مستمرة ما بين علماء الدين وعلماء الدنيا؟ يا صح التعبير يعني. هل دي فعلا خناقة حقيقية لصالح الدين والوطن؟ طب ما تيجوا نشوف مواضيع الخناقات اللي غرقنا فيها في 50 سنة اللي فاتوا. الإرهاب اللي طال المصريين والسواح والشيعة والصوفية والجيش والبوليس والبنوك وكل شيء في مصر. الحملة الرهيبة على المرأة المصرية وتحجيبها ثم تنقيبها ثم تغليفها ونبعدها تماما عن المجتمع الشهواني المتوحش اللي عايز يفترسها. تكفير المجتمع بالكامل ونقاشات حول هل احنا في دار الحرب ولا في دار الإسلام. رفض فكرة الوطن من أساسها ورفع شعارات طز في مصر، والوطن حفنة من تراب عفن ولا وطنية في الإسلام. ويلا نصلي ركعتين شكر نكاية في نظام الحكم والدولة. العلم صنم والنشيد وثن. تحريم الفنون طبعا، والفكر بدعة وضلالة قطعا. شيطنة السياحة، البنوك حرام وشركات توظيف الأموال حلال حلال. رضاع الكبير وبول البعير ومفاخذة الصغيرة. الأرض مسطحة وهي مركز الكون وختان البنات. هل الموضوعات دي فعلا من صميم الدين وجوهر الإيمان؟ طبعا لا، قولا واحدا. انشغال المجتمع المصري بالأفكار دي مش دليل على التبتل والطهارة والقرب من الله، لكنها دليل على مجتمع محتقن وبيمر بأزمة هوية حادة جدا. أزمة مش قادر يواجهها، وبالتالي بتطلع في صور عبثية وصادمة. الأزمة دي اتجسدت قدام عينينا في ثورة 2011، وخصوصا يوم جمعة قندهار. في عز الثورة والحلم بمستقبل أفضل والحلم بالتغيير، جت جمعة قندهار. اختفت أعلام مصر واختفت الأغاني واختفت خفة الدم المصرية، وشفنا آلاف المصريين شايلين أعلام سودة وخضرة ولابسين لبس مدي على أفغاني. شفنا هتافات طائفية ولكنة غريبة، كأنهم منقطعين عن مصر تماما، وكمان منقطعين عن العصر اللي احنا عايشين فيه، اللي كان فاضل بس إن النيل يختفي وتظهر بداله جبال طورة بورة. كتير مننا فهم ساعتها بس إن الرجعية تغلغلت في قلوب وعقول المصريين، وإنها لبست لباس ديني تحصن نفسها، وهي ليست من الدين في شيء. وضع الدين في مقابل الوطن أو الهروب لوطن وهمي متخيل هو أمر لابد من مواجهته ومناقشته. لازم نلاقي الطريق اللي تتناغم فيه الطاقة الروحية للمصريين مع هويتهم الوطنية وإيمانهم بذاتهم كمواطنين في وطن عظيم علم العالم كله معنى الحضارة وقيمة الضمير. السادة علماء الدين والسادة علماء الدنيا مدعوين للوقوف على أرضية مصرية خالصة وجامعة تاخدنا جميعا لرفعة الوطن وازدهاره. اللهم بلغت.